في هذه المسابقة، يضيف لقبه الثامن في هذه المسابقة دوري أبطال إفريقيا. إذن بالفعل الكأس في أحضان النادي الأهلي، الأميرة السمراء، إنجازات، بطولات، ألقاب وشوط ثاني رائع. الأهلي البطل بالفعل، البطل الحقيقي في الشوط الثاني عن جدارة واستحقاق. هنا وزير الرياضة كابتن طاهر أبو زيد، وكما نتابع أيضا كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي، رئيس النادي الأهلي منذ عام 2002 كابتن حسن حمدي، ورجالات الاتحاد الإفريقي نواب الرئيس عيسى حياته. وأمامنا هنا نتابع رئيس بعثة نادي أورلاندو بايرتس. لاعبي نادي أورلاندو بايرتس كانوا بالفعل يعني أسرار المتعة في هذه المباراة النهائية، أن المنافس كان منافسا قويا، أدوا لقاء قوي. لقاء الذهاب كان انتهى بالتعادل 1-1 ما بين الفريقين، ولكن هنا في ملعب المقاولون العرب الأهلي يحتفظ باللقب مدى الحياة بهذه الكأس. 8 ألقاب، لكن هي الكأس الثالثة اللي يحتفظ بها مدى الحياة، وبمدرب مصري هو المدرب الكفء محمد يوسف اللي لابد أن نقف أمامه. وبالفعل في هذه اللحظات الجميلة الحقيقة نجد الفريق يعني حزين، لاعبي نادي أورلاندو، على خسارة اللقب. الأهلي الشوط الأول لم يقدم العرض المنتظر، كان أداء متوازن، صابرين على المباراة. أدي محمد يوسف 42 سنة، يعني امتداد لأسماء ومدربين كبار في النادي الأهلي. بالفعل الأهلي ينجب ويأتي بالأسماء والنجوم الكبار. هنرى بعد قليل لحظات التتويج النادي الأهلي المصري بلقبه الثامن في النهائي العاشر في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا تشامبيونز ليج لعام 2013. الأهلي أورلاندو كما توضح اللوحة. أدي أمامنا مارادونا النيل، وأحد أبناء النادي الأهلي المخلصين، أحد النجوم الكبار في كرة القدم. 13 هدف كانوا للنجم الكبير اللي كان سجل الهدف المصري الشهير في مرمى الزكي في لقب إفريقيا عام 86 لما تفوقت بعد ذلك مصر في النهائي على المنتخب الكاميروني أمام بقى جماهير استاد القاهرة. هنا في ملعب المقاولون العرب نجوم نادي أورلاندو اللي لعبوا في مباراة اليوم واللي أدوا أداء كبير جدا في هذه المسابقة، وكانوا حلوا ثانيا بعد الأهلي في مجموعة كان فيها الزمالك وفريق نادي ليوبار من الكونغو. أمامنا اللحظات التاريخية، محمد يوسف أسعد من في الملعب اللي الحقيقة لابد أن